ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال وده فيديو جديد. الفيديو ده مختلف شويه، هو مش مختلف، هو غالبا انا بتكلم عن الثانويه العامه، فالفيديو ده بعنوان ما تغلطش غلطتي في الثانويه العامه. انا كان نفسي حد يطلع يديني النصايح دي قبل ما ادخل ثالثه ثانوي او في البدايه، عشان انا غلطت غلطات كتير ودفعت ثمنها باني ما جبتش المجموع اللي انا عايزه. بس الحمد لله هو كده كده نصيب. فانا هقول لكم على كذا نصيحه، بس قبل ما ابدا انا عايز اقول لك ان انا مش الطالب المثالي اللي جايب 99%. لا، انا طالب عادي جدا. انا طالب عادي جدا بدأ الثانويه العامه بطريقه هو ما كانش فاهم فيها الثانويه العامه، ولا كنت بحاول ان انا افهم. كنت باخد في الماده بدل الدرس درسين، كنت باخد على اليوتيوب، كنت باخد في السناتر. فانا حابب اوجه لك كذا نصيحه كده هتعوزهم انت في ثالثه ثانوي في البدايه كده، او في الثانويه العامه كوجه عام. في البدايه انت لو داخل ثالثه ثانوي دلوقتي، انا عايز اقول لك على حاجه. عندك مثلا طلبه الثانويه العامه بتنقسم لنوعين. في نوع يقدر يسيطر على نفسه، وان هو يقدر يقعد في البيت وياخد على المنصه، وهيقدر يسيطر على نفسه ويسمع كل فيديوهات المنصه. وفي نوع التاني اللي هو ما يقدرش، لا لازم يروح سنتر، عشان هو لو قعد مع نفسه في البيت ممكن يفتح التليفون يقعد يسرح بقى، مش هيفتح المنصه. انا هتكلم عن الفئتين، وكل فئه هتكلم عنها. فان شاء الله هحاول ان انا اساعدكم واقدم لكم نصايح هتنفعكم في الثانويه العامه. في البدايه هتكلم عن الطلاب بتوع السناتر. انت طالب رايح سنتر عايز تاخد مثلا تقول انا هبدا ومش عارف هاخد في الماده درسين. لا، ما تاخدش في الماده درسين، خد في الماده درس واحد عشان تعرف ان انت تلم الماده وتظبط فيها الدنيا. الماده اللي واقعه عندك تقدر تاخد فيها درسين، مفيش عندك امكانيات انت تاخد درسين، عندك اليوتيوب المدرسين بينزلوا عليه كل حاجه انت محتاجها. ننتقل بقى للطلبه اللي هم اللي عايزين ياخدوا على المنصات. عندك هنا لو عايز علم علوم، انا كطالب كنت علم علوم، فانا هكلمك عن المدرسين اللي انا كنت باخد عندهم. عندك في الاحياء مستر احمد الجوهري. المستر احمد الجوهري في موجود منه لو انت مقتدر انك تدفع للمنصه، تشترك في المنصه، اشترك وتمام مفيش حاجه. ولو هتقدر انك تشترك على اليوتيوب، في اليوتيوب ببلاش، بينزل كل حاجه برضه هتسمع على اليوتيوب، بينزل كل حاجه، الشرح من الالف للياء، كل حاجه على اليوتيوب. مستر محمد صلاح نفس الكلام برضه. ده محمد صلاح ده المستر بتاع العربي، المستر اللي كلنا حبيناه هو مستر احمد الجوهري. انا هكلمك على المدرسين اللي انا حبيتهم. المهم نرجع لموضوعنا. الموضوع بس انا كنت رحت افطر، مش فاكر كنا بنتكلم عن ايه، فانا هحاول ان انا اجمع الكلام ببعضه. دلوقتي انا هتكلم عن الجزء اللي هو خاص بالطلبه اللي عايزين ياخدوا دروس اونلاين، وهيقدروا ان هم يمسكوا نفسهم ان هم يقعدوا قدام الجهاز ويسمعوا الفيديوهات بتاعه التعليم الاونلاين. عندك زي ما انا قلت لك، عندك مستر احمد الجوهري في الاحياء. في العرب عندك مستر محمد صلاح موجود على المنصه وموجود على اليوتيوب. لو انت قادر انك تدفع للمنصه هيبقى افضل، لان على المنصه بيكون فيه اختبارات وحاجات ومتابعه، بيكون احسن من انك تستخدم اليوتيوب. ففي الحالتين انت كده كده تمام. فانت لو هتقدر انك تشترك في المنصه اشترك، مش هتقدر خلاص. طبعا من حته ان انت عايز تاخد درسين في كل ماده او 3 دروس، وانت هتملى، هتتعب نفسك على الفاضي، هتتعب نفسك على الفاضي، وهتيجي بعدين مش هتحس بالتعب دلوقتي، هتحس بيه بعدين. فالمفروض ان انت دلوقتي الماده اللي انت ضعيف فيها بس اللي هتاخد فيها اكتر من ده، تمام؟ اللي هم درسين طبعا، ما تزودش هيكون غلط. والاحسن انك لو بتاخد سنتر، المدرس اللي انت هتروح له تكون محدده. انا رايح للمدرس ده مش هغيره طول السنه، عشان انت لو فضلت تتنقل من مدرس لمدرس انت معاك شهر 8. شهر 8 ده جرب فيه زي ما انت عايز، بعد كده ما تجربش اي مدرسين، اثبت مع مدرس واحد، لان دي غلطه انا غلطتها ومش عايز حد يقع فيها برضه. في الاونلاين خلينا نكمل. عندك في العربي مستر محمد صلاح، في الاحياء مستر احمد الجوهري، في الانجليزي عندك مستر جينو. مع ان حصل موقف كده معايا عند مستر جينو، ايه هو كنتش حابب اتكلم عن الموضوع بس لازم اتكلم عنه. مستر جينو انا المفروض ان انا كنت اشتركت معاه منصه في اخر شهر او في اخر شهرين في الثانويه العامه. فجيت المفروض ان انا كنت طالب كتاب عشان خاطر خلاص، يعني انا عايز الكتاب عشان احل بقى. فانا عارف ان انا غلط ان انا اطلب الكتاب في اخر السنه، بس انا طلبت. قلت لهم كان في فتره العيد الكبير، فانا كان قبلها باسبوعين او اسبوع. فانا طلبت الكتاب هيجي امتى؟ الكتاب هيجي لك في خلال 5 ايام، في حدود 5 ايام، يعني مش هيعدوا 5 ايام. فانا قلت لها انا فهمت بقى ان هي الموظفه اللي هي بتكلمني او خدمه العملاء دي، انا فهمت ان هي بتقول لي 5 ايام، يعني هيجي لي بعد 5 ايام. فانا بقول لها ازاي بعد 5 ايام؟ انا هستلم الكتاب على الامتحان. قالت لي لا، في خلال ال5 ايام دول انت الكتاب هيجي لك. استنيت ال5 ايام يعدوا، اسبوع يعدى، جيت قبل العيد الكبير بكلمها بقول لها فين الكتاب؟ قالت لي احنا في اجازه عيد. عديتها وقلت طيب خلينا نخلص موضوع اجازه العيد، خلينا نخلص موضوع اجازه العيد عشان ممكن يكون ايه عندها حق. فجيت تالت يوم العيد فبتكلم معاها، قالت لي احنا اجازه العيد لسه ما خلصت. جيت بعد فتره العيد ما خلص بكلمها، قالت لي احنا اسفين بس الاجازه كانت لسه ما خلصتش وانا هكلمهم حالا. قلت لها طب خلاص انا عايز الغي الطلب. قالت لي لا مش هينفع يتلغي، احنا كلمناه. لا انا عايز الغيه. فالمهم ادتني لواحد تاني كلمته. فانا ممكن اعرض لكم ارقامهم عشان مستر جينو انا عايزه ياخد معاهم اي اجراء، لان الموقف ده حصل معايا وكان موقف مستفز. انا بحكي الموقف لانه هو لو حصل مع حد منكم يكتب لي في الكومنتات برده، عشان الموضوع ده ضايقني جدا. فانا المفروض ان انا استلم الكتاب. كلمتهم قلت لهم خلاص انا عايز الغي الطلب، مش عايز الكتاب. كلموني اول مره قالوا لي الكتاب المفروض ان هو اتشحن ومش هنقدر ان احنا نرجع. جيت تاني يوم برضه
الكتاب هيجي امتى طالما مش هعرف ارجعه؟ طيب انا عايز فلوس. لا الكتاب هيجي لك، هو اتشحن وجاي. جيت بقى تالت يوم بقى، هم كانوا المفروض قايلين لي النهارده مثلا وبكره، جيت انا بعد بكره بتكلم مع لقيت لا ما بتكلمش مع حد، انا كنت قاعد ساكت ومستني اشوف اللي هيحصل. في مثل بيقول لك امشي ورا الكداب، انا دنيتني قاعد ومستني. لقيت شركه الشحن بعتالي بتقول لي احنا شحنا الكتاب، لسه الكتاب واصلهم حالا، يعني الكلام ده كان تالت يوم، الكتاب لسه واصلنا حالا، تحب تلغي الاوردر ولا تستلم الكتاب؟ قلت لهم لا الغاء الاوردر. فانا كلمتهم بقول لهم طب انتوا بتقولوا انتوا شحنتوا وبتاع. فالمهم عملوا لي حوار، وحتى حوار ان هم يدوني الفلوس بتاعه الكتاب يرجعوها لي حصل فيه مشكله، وانا مش عارف اخد معامله حق ولا باطل. يعني يا ريت حد يوصل الموضوع ده لمستر جينو علشان يشوف الحته اللي انا بتكلم فيها عنهم، لان ممكن يكون حد غيري حصل معاه كده، لو انا بس فيا ريت تكون غلطه ما تتكررش، ولو حصلت مع حد غيري فيا ريت مستر جينو ياخد معاهم اجراء. فالمهم احنا بعدنا عن موضوعنا كنا بنتكلم عن المدرسين. عندك مستر جينو في الانجليزي، في العربي مستر محمد صلاح، مستر احمد الجوهري في الاحياء، عندك في الكيمياء مستر خالد صقر. مستر خالد صقر لو هتتابع معاه تابع معاه من اول السنه لاخرها، علشان هو هيأسسك في الكيمياء تأسيس يعني تمام. في الفيزياء عندك اتنين انا كنت بسمعهم الصراحه، الاول مستر حسام خليل، هو مستر حسام خليل انا كنت مريض نفسي كنت بسمعه مش قصدي حاجه، بس هو بيفضل يزعق في فيديوهاته، ما علينا. عندك الاستاذ الثاني عندك مستر محمد عبد المعبود، ودول اللي هيكونوا عندك في الثانويه العامه. دي الخمس مواد اللي انت محتاجهم. المواد بقى اللي هي ما بتنضافش المجموع تقدر تاخد، شوف انت بقى المدرسين انت تاخد عندهم، دي حاجه يعني بعيده عني شويه. دول المدرسين اللي انا بقول لك عليهم. ودي الغلطات اللي انا مش عايزك تغلطها، اللي هي ايه؟ غلطه ان انت مثلا مش ان انت تاخد كذا درس في المواد على الفاضي، ان انت تقطع نفسك اللي هو هاخد اونلاين، هاخد يوتيوب، هاخد بتاع ده، هاخد على المنصه وفي السنتر. لا ما تتعبش نفسك، ما تتعبش نفسك. انت لسه في اول السنه تتعب، انت هتحس بالتعب الجامد في شهر 12. تيجي في شهر 12 هتحس ان هو خلاص بقى انا مش مكمل في الثانويه. يبقى ليه ما تمرمطش نفسك في الاول عشان يبقى فيك طاقه انك تكمل الثانويه. ما هي الا فتره من عمرك. ما تخافش من الثانويه، من كتره حل امتحاناتك في الدروس، ومن كتر ما انت ما تحل في الامتحانات هتروح من عندك حاجه اسمها هيبه الامتحانات دي خالص. فيا ريت كل واحد، دي النصايح اللي انا كنت عايز اقدمها لكم. يا ريت ان شاء الله يطلع احاول ان انا اعدل حتى اي حاجه في الجيل الجديد، ما يكونش اي حد طالع في دماغه ان انا هغش. ويا ريت يعني الدوله تتحرك زي ما وزاره الداخليه عماله تحبس في الناس بتوع التيك توك، تتحرك. انا مش قصدي اعدل على حد عشان بس ما اوديش نفسي في داهيه، انا مش قصدي اعدل على حد، بس هم المفروض زي ما بيتحركوا وبيحبسوا بتوع التيك توك وبتوع السوشيال ميديا، يتحركوا ويشوفوا مواضيع الغش، والناس اللي بتبقى واقفه في اللجان سايبه الدنيا. ما ينفعش. في مراقبين بيكونوا مش عايزين غش بس بيخافوا من ايه؟ بيخافوا يا اما الطلبه يضربوهم، بيخافوا يا اما تلاقي الطلبه اهاليهم جايبين ناس موقفينهم تحت عشان لو ابني ما غشش انا هكسرك. الطلبه في الثانويه العامه في الامتحانات بيعاملوا الامتحان على انه ايه؟ بييجوا بقى بيقيموا الامتحان بدرجه الغش. لو الامتحان ده المراقبين فيه كانوا سايبين فيه اللجنه والغش فيه فل، يطلع يقول الامتحان كان تحفه. لو الامتحان اللجنه دي كان الغش فيها ممنوع والمراقبين شادين، يطلعوا يقولوا ده الامتحان كان صعب. ما بيقيموش الامتحان، مش كلهم بس تقريبا السنه دي كانت اغلبهم بيطلعوا يقيموا الامتحان على حسب الغش، مش بيطلعوا يقيموا الامتحان على حسب صعوبه الامتحان او سهوله الامتحان. ما يقيموش الامتحان كده خالص. فان شاء الله النصيحه دي تكون فادتكم وما حدش يقع في الاخطاء اللي انا وقعت فيها، واني احبكم في الله. ولو ما تصليش صلي، ويا ريت تدعي لاخواتنا في فلسطين، وما تنساش تصلي بينا على النبي. ولو مش مقاطع يا ريت تخلي عندك دم متقاطع، وهفضل اقول لك كده في كل نهايه فيديو لحد ما تخلي عندك دم متقاطع. ولو وصلت الحته دي هقول لك على جمله صغيره كده نسيت اقولها في الفيديو اللي فات، جمله صغيره هتعرفني انك وصلت لاخر الفيديو. والجمله دي الجمله هتكون ايه؟ فكروا معايا. والجمله دي هتكون اكتب الجمله. انت هتكتب، لا اكتب الجمله، هتكتبها كده في الكومنتات عشان اتاكد انك وصلت للحظه دي. ولو انت اول مره تشوفني، المفروض كنت اقول لك كده في اول الفيديو، انا مصطفى كمال. مش عارف انا قلت في اول فيديو ولا لا، بس انا مصطفى كمال بعمل محتوى حبه كوميدي، حبه مش كوميدي، حبه نصايح، حبه شويه حاجات كده، محتوى غريب. فانت لو مهتم بالمحتوى ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان اي فيديو انزله تبقى من اول الناس اللي تشوف الفيديو ومن اول الناس اللي تتفاعل عليه. هتلاقوا مني فيديو كل احد 3 خميس الساعه 10 بالليل، غيرت الميعاد من 8 ل 10. الناس هتقول لي ليه؟ لان الساعه 8 بيكون ميعاد المغرب والساعه 9 بيكون ميعاد العشاء، فالساعه 10 عشان يبقى ما اشيلش ذنب حد مثلا فوت صلاه عشان يسمع فيديو. مش ما اعتقدش ان في حد هيفوت صلاه عشان يسمع الفيديو بتاعي، بس في ناس بتعملها، فانا مش عايز اشيل ذنب حد. فلو وصلت للنهايه دي احب اقول لك شكرا على الدعم المستمر منكم، شكرا على الدعم اللي بيجي لي حتى لو 100 او من 200 شخص من ال 7000 اللي عندي 7000 ونص شخص ما بلاقيش منهم حد بيتفاعل، يعني قد اللي هم 200 300 واحد اللي بيتفاعلوا اول ما الفيديو ما ينزل. احب اوجه لكم الشكر. الناس اللي بتبقى عايز اقول لكم انه الناس اللي هم ال 7000 شخص اللي عندي دول، دول مش مجرد 7000 شخص، دول 7000 اخ واخت عندي، وان شاء الله العلاقه نوصل 10000 اخ واخت عشان اعمل لكم فيديو اجاوب فيه على اسئلتكم. واي سؤال نفسك فيه ابتدي ان انت جاهز فيه عشان ان شاء الله نوصل 10000 باسرع وقت.
وحاول انك تشير الفيديو عشان الفيديو يجيب ريتش، عشان الريتش واقع عندي الفترة دي. بس كده، سلام.